السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد على قناة ضربة مفك. القناة بتقدم لك كل جديد في عالم الموبايلات والتقنية بطريقة بسيطة ومفهومة لكل الناس. هتلاقوا هنا شروحات سهلة وبسيطة ومراجعات لأجدد الموبايلات في السوق ونصايح تخليك تستخدم موبايلك صح وتستفيد منه لأقصى درجة من غير تعقيد ولا وجع دماغ. تخيل كده معايا موبايل فعلا فيه ميه جواه، مش هزار، ده أول موبايل في العالم بيشتغل فعليا بنظام تبريد بالميه. أهلا بيكم يا جماعة في فيديو النهاردة واللي هنتكلم فيه عن موبايل مجنون بمعنى الكلمة. الموبايل اللي قرر يغير مفاهيم التبريد والأداء تماما وخلى أي موبايل تاني جنبه يحس إنه لسه في العصور القديمة. النهاردة معانا ريد ماجيك 11 برو. التصميم والشاشة، من أول ما تمسك الموبايل بتحس إنك ماسك جهاز جيمنج محترف. تصميمه مستطيل بحواف شبه مربعة كده بزاوية 90 درجة، شكله جامد جدا ومختلف عن أغلب الموبايلات اللي بنشوفها. الشاشة هنا بقى قصة تانية، حجمها 6.85 بوصة من نوع أموليد وبتوصل لسطوع 1200 نتس. كمان فيها ريفريش ريت 140 هرتز وسرعة لمسة 3000 هرتز، يعني كل لمسة بتستجيب فوراً من غير أي تأخير. الشاشة كمان ما فيهاش أي فتحة سيلفي لأن الكاميرا الأمامية تحت الشاشة، فالتجربة كلها كأنها شاشة واحدة من أولها لآخرها. الإطارات حوالين الشاشة رفيعة جدا والتصميم من قدام شكله فعلا مستقبلي. وعندك كمان بصمة ألتراسونيك سريعة جدا تحت الشاشة وسماعات ستيريو بصوت عالي وواضح، ولسه في مدخل 3.5 ملم لعشاق السماعات السلك. الأداء والمعالج. نخش بقى على القوة الحقيقية. جوه الموبايل ده في سناب دراجون 8 إليت جين 5، أقوى معالج موجود على أي موبايل أندرويد دلوقتي. ومش بس كده، معايا رام لحد 24 جيجا من نوع LPDDR5T وسعة داخلية توصل ل1 تيرا بايت من نوع UFS 4.1 برو. يعني سرعة فتح التطبيقات وتشغيل الألعاب حاجة فخمة جدا. كمان ريد ماجيك ضافوا شريحة اسمها ريد كور، ودي بتنسق بين المعالج ونظام التبريد علشان الأداء يفضل ثابت وما يسخنش مع الوقت. التبريد، وهنا بقى الحتة اللي الموبايل ده عامل فيها الثورة حرفيا. أول موبايل في العالم بنظام تبريد بالمية حقيقية، في سائل فعلي بيتحرك جوه جسم الموبايل عشان يبرد المعالج والبطارية. الفكرة مأخوذة من تبريد الكمبيوترات القوية، وفي مضخة صغيرة بتشتغل بالكهرباء والبطارية وبتخلي السائل يلف في دايرة مغلقة حوالين المكونات المهمة. كمان في مادة اسمها الليكويد ميتال على المعالج نفسه، ودي بتساعد في نقل الحرارة بكفاءة رهيبة. وفوق كل ده، المروحة اللي ريد ماجيك معروفين بيها رجعت وبتلف بسرعة 24 ألف لفة في الدقيقة. والأغرب إن الموبايل بيتحمل المية فعلا بمعدل IPX8، يعني حتى لو المروحة شغالة والموبايل في المية مفيش أي مشكلة. حاجة فعلا مجنونة. تجربة الألعاب. الموبايل ده معمول للألعاب بمعنى الكلمة. كل الجيمز اللي جربتها شغال عليه بسلاسة رهيبة. جنشن إمباكت شغال على 144 فريم بثبات، وكول اوف ديوتي موبايل على 120 فريم من غير ما تنزل لحظة واحدة. الاستجابة سريعة ومفيش سخونية ولا تهنيك حتى لو بتلعب بالساعات. كمان عندك واجهة الجيمز اللي تقدر منها تتحكم في سرعة المروحة ونظام التبريد وتشغل التريجرز الحسية بسرعة 520 هرتز، يعني كل طلقة أو حركة بتحصل فوراً من غير تأخير. دي فعلاً واحدة من أحسن تجارب الجيمنج اللي ممكن تاخدها على موبايل دلوقتي. الكاميرات. بالنسبة للتصوير، الموبايل فيه كاميرا أساسية 50 ميجا بكسل ومعاها ألترا وايد 50 ميجا بكسل وعدسة تانية 2 ميجا. الصور من الكاميرا الأساسية شكلها حلو جدا، فيها تفاصيل كويسة وألوان متزنة والسنسور كبير فبيدي عمق طبيعي في الصورة. وفي الفيديو تقدر تصور لحد 8K بالكاميرا الرئيسية أو 4K بالألترا وايد. أما السيلفي فهنا العيب الوحيد تقريبا، لأنها تحت الشاشة الصورة بتطلع شوية ضبابية خصوصا في الإضاءة الضعيفة. بس لو السيلفي مش أولوية عندك الموضوع مش هيأثر خالص على تجربة الموبايل العامة. البطارية والشحن. أما عن البطارية فهي عملاقة، 7500 ملي أمبير، وبفضل نظام التبريد المتطور استهلاك الطاقة بقى أقل والموبايل بيكمل معاك ساعات طويلة جدا. الشحن السلكي السريع 80 واط، وكمان لأول مرة في السلسلة في شحن لاسلكي 50 واط. وعندك كمان شحن عكسي لاسلكي، يعني ممكن تحط السماعات أو الساعة على ظهر الموبايل وتشحنهم. البطارية فعلا نقطة قوة كبيرة جدا هنا، خصوصا مع المعالج الموفر والتبريد الممتاز. باختصار، ريد ماجيك 11 برو مش مجرد موبايل، ده تجربة جديدة تماما. تبريد بمية فعلي، أداء خارق،
شاشة خرافية، بطارية ضخمة، وشحن سريع ولا سلكي لأول مرة. لو انت بتدور على موبايل جيمنج فعلا مختلف ويقدم تجربة فريدة، فالموبايل ده من الآخر هو التوب. قولولي في الكومنتات رأيكم، هل فكرة الموبايل اللي فيه مية شايفينها عبقرية ولا مجنونة زيادة عن اللزوم؟ كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتكتب رأيك في الكومنتات. استنونا في فيديو جديد من قناتكم ضربة مفك.